السوية. وهو إيجابي معانا، لكن القرار بشكل عام نعم اتحاد دولي، يوم غد إن شاء الله حسب المقرر نستلم الشهر. طيب يعني هلا هن عم بيقولوا 3 ملاعب و3 شهور وتجريب، يعني إذا صار أي فتيشة حيرجعوا يعملوا عليكم حظر؟ أستاذ مصطفى، احنا بحقيقة أكون صريح، الآن الملاعب الموجودة في المحافظات الثلاث هي ملاعب نموذجية، وأيضا عندنا في القريب العاجل في محافظة نيسان سيتم افتتاح ملعب 23,000 متفرج بمواصفات دولية. نعم. وعندنا في الشهر التاسع القادم إن شاء الله نفتتح ملعب أيضا 30,000 متفرج في محافظة النجف الأشرف، ولا زالت عندنا ملاعب الآن من قيد الإنشاء. احنا وافقنا على 3 أشهر. إذا تسمح لي بس، معلش اسمح لي على المقاطعة، القصة ليست ملاعب، يعني ممكن يكون عندك نعم. أعظم ملعب في العالم، القصة مسألة أمن. والأمن بدون مبالغة أستاذ مصطفى، هو كان في حديث مع يعني السادة في الفيفا. نعم. والآن في برنامجك أيضا أنا أعلن، للأسف الشديد الإعلام يعني غير حقيقي بالتعامل مع العراق، غير واقع بالتعامل مع العراق. في محافظات كثيرة في العراق يعني هي حالها حال بقية دول العالم بل أفضل. الناس تتجول في الليل يعني إلى الصباح، في كل محافظات الناس موجودة وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وكرة القدم ورياضة وغيرها من التفاصيل. لكن كيف ننقل هذه الصورة؟ كان حديثي شخصيا مع السيد انفانتينو أنه أن تنطينا رفع الحظر ولو ودي، وراح تحضر أكيد كل القنوات ومنها القنوات العربية البين سبورت والكاس وغيرها من القنوات، وراح تنقل الصورة الحقيقية. وأنا اليوم من خلال برنامجكم أيضا في المنامة نحن نوجه دعوة للسادة رؤساء الاتحادات في كل دول العالم أن يزورون المحافظات، يطلعون على الأمن والمستشفيات والخدمات والملاعب وكل شيء موجود في العراق، حتى يمكن أن يقيم يعني يقيم العراق بشكل واقعي بعيدا عن الإعلام. نعم. وتعرفون للأسف الشديد السياسة اليوم أخذ ما أخذها. نعم. وأثرت كثيرا على العراقيين وعلى كرة القدم. طيب. العراقية. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، إذا 3 شهور أنتوا يو باس نجحتوا، هل بعدين بتصيروا تلعبوا تصفيات كأس عالم مثلا ولا مباريات دولية على أرضكم؟ أكيد. هو الآن مباراة ودية، احنا كنا عادين عدة مباريات، يعني إن شاء الله هي أول مباراة راح تكون في البصرة بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الأردني الشقيق. نعم. وعندنا استحقاقات أنديتنا، وعندنا أيضا مباراة أخرى، يعني عدة مباريات في أربيل وكربلاء. مطمئن أنا جدا، يعني متأكد أنه راح ننجح إن شاء الله في إعطاء صورة واقعية وجميلة عن ملاعب العراق وعن الأمن وعن كل شيء. وبالتالي احنا اليوم ننظر الى رفع الحظر عن بقيه محافظاتنا، يعني لا نرضى ان يرفع الحظر فقط عن 3 محافظات. نعم. وايضا طموحنا هنخطط في العراق ان يعني يكون العراق محطه مهمه في المنطقة لإقامة البطولات على مستوى كرة القدم والرياضة بشكل عام. نحن بنتمنى طبعا، نحن كنا من الداعمين ولا زلنا وسنبقى من الداعمين لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، ولسنا من الإعلام اللي حكيت عنه. بالعكس الإعلام نحن واقفين كله مع العراق، وبنتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله كمان بنزوركم قريبا بالعراق وبنعمل صدى الملاعب من هناك. أستاذ مصطفى يعني أصحح، أنا ما كنت أقصد، أكيد جنابك وكثير من يعني القنوات العربية وإخواننا وأشقائنا كانوا إيجابيين معنا، لكن حقيقة في البعض ينقل صور غير إيجابية. لكن الأنبيسي وجنابك كنت دائما، وأنت محبوب العراقيين بالمناسبة جدا يعني. حبيبي شكرا لك معالي الوزير عبد الحسين عطان. معالي الوزير عبد الحسين عطان وزير الشباب والرياضة العراقي، كنت معنا ضيف عزيز من المنامة. كل الشكر لك.